اهلا بيكم في سلسله فيديو من اختيار المتابعين، وده تاني فيديو في السلسله دي. هو فعلا مفيش كومنت جايب 100 لايك زي ما اتفقنا، ولكن في كومنتس كتير قوي جات لي عايزه التورته الفيك، فقررت النهارده اعملها لكم باظبط طريقه ممكن تشوفوها تطلع معاكم كانها تورته حقيقيه. تعالى اوريكم عملتها ازاي. اول حاجه جبت قالب من الفلين بالمقاس اللي انا عاوزاه، دي كان تقريبا مقاسها 20 سنتي. هنحتاج كمان دبابيس كتير، وكمان هنحتاج الفوم اللي هنغلف بيه. الفوم زي ما انتم شايفين كده مقاسه اصغر من مقاس القالب، فلما تقصوه ما تخلوش يغطي القالب كله. اول حاجه بقلبها كده، وبعدين بثبت الاربع زوايا دول بدبابيس. بعدين نستخدم المكوه، والمكوه سخنه على اعلى درجه، ونمشيها من فوق كده مرتين 3، ونشد الفوم لتحت كده من اي جنبين قصاد بعض. هتلاقوه بيتمط كده ويطول. بعد كده هنشتغل على الجناب، فهنبدأ نمشي المكوى على الفوم كده، ولازم يسخن كويس قوي. والخطوة دي بقى محتاجة تركيز شوية، احنا عايزين الفوم يسخن كويس قوي عشان يتمط بسهولة. كمان محتاجين نحافظ على القالب عشان لو الحرارة وصلت له بشكل كبير للأسف هيسيح، ولما نيجي نغلف ونشد كده الفوم زي ما انا بعمل دلوقتي هيبان العيوب دي. شايفين بقى بعد الشد ده انا بثبت بالدبابيس، وكل التثبيت بعد كده هيكون بالدبابيس. كل الزوايا المنفوخة دي اللي انا ما كنتش مثبتاها اصلا هي دي اللي انا هشتغل عليها. اول حاجة هسخنها كويس قوي، وبعدين اشدها على القالب وهثبتها بالدبابيس من الناحية التانية. وطبعا السرعة مطلوبة، يعني أول ما الفوم يسخن نسيب المكوى فورا ونشد الفوم عشان يتمط معانا بسهولة وزي ما احنا عايزين. موضوع ان الفوم بيتمط ده بقى حلو جدا ومفيد، خصوصا في مقاسات القوالب اللي أكبر من دي. هتشوفوا معايا في آخر الفيديو قالب تاني أنا عملته بنفس الطريقة ومقاسه أكبر من دي. فرخ الفوم بقى مقاسه 50 في 70، يعني هو أصلا مش مغطي القالب الكبير، فلولا خطوة الحرارة والمطة بتاعة الفوم دي ما كنتش هعرف أغلفه. كده أنا خلصت تقفيل الأربع جوانب اللي كانت مفتوحة دي. هنشيل بقى الدبابيس اللي كنا مثبتين بيهم الاربع زوايا اللي في الاول، اللي هم دول اللي احنا ما اشتغلناش فيهم اصلا. نبدا بقى نسخنهم كويس قوي، وبعدين نشد برضو كويس ونلم الدنيا كده ونثبت بالدبابيس. هنلاقي شكل التغليف ظبط معانا اكتر، وهيظهر بس يعني حاجات بسيطه كده في الجنبين هنمشي معاهم برضو بنفس الخطوات لحد ما يختفوا تماما. ممكن كمان نشيل من الدبابيس اللي تحت دي عشان نعرف نشد اكتر ونرجع نثبتها تاني. وانا شغاله كده خليني اوريكم شويه من كومنتاتكم اللطيفه اللي جاتلي على اخر فيديو. شكرا على كل كلمه حلوه بتكتبوها لي. يلا بينا نكمل. كنت عاوزه اقول لكم بقى على بديل حلو قوي للمكوى، يعني لو هتشتغلوا في الكيكات دي ممكن تشتروه احسن. تقريبا اسمه مسدس حراره، هو بيبقى عامل زي الاستشوار كده بس بيطلع حراره اكتر. هتقدروا تبعدوا الفوم عن القالب وفي نفس الوقت توجهوا عليه المسدس ده فيسخن جدا، وكده مستحيل القالب يتاثر او يبوظ معاكم. كنت بستخدمه بس انا ما لقيتهوش لما كنت بعمل الفيديو، فعملت بالمكوى، وكمان بما انها عندنا كلنا يعني فحبيت اوريها لكم. شايفين بقى الجنب اللي بخلصه بيبقى شكله حلو ازاي؟ طالما سوينا الجنب كويس ممكن نقص الزيادات الطويله قوي دي، كده مش محتاجينها. خدوا بالكم وانا بشد الفوم كده انا بلمه لجوه مش بوسعه. انتوا كمان ممكن تستخدموا الفوم الجليتر، بس يعني هو الفوم الساده بيخليها شبه عجينه السكر كده، يعني كانها متغلفه بعجينه سكر، فبتبقى شكلها طبيعي قوي. طبعا التغليف ده حاجه، وان انتوا بقى تلفوا الجنب اللي تحت كده لوحده، وكمان تحطوا دايره من فوق لوحدها، طبعا ده اسهل 100 مره من اللي احنا بنعمله دلوقتي، لكن مش هيبقى شكلها طبيعي ابدا. المهم انا مش عايزه اطول عليكم، انا مشيتها كلها بنفس الطريقه دي لحد ما بقت متساويه ومفيش اي زيادات. ويمكن ما تصدقوش لكن دي كانت اول تجربه ليا في التغليف بالطريقه دي، والنتيجه زي ما انتوا شايفين كده يعني مرضيه جدا، مش محتاجه حتى ممارسه عشان تقدروا تتقنوها. بعد كده هنستخدم مسدس الشمع على أقل درجة حرارة عشان ما يسيحش القالب. ولو ما بتقدروش تتحكموا في درجات حرارة المسدس بتاعكم ممكن لما يسخن نشيله من الفيشة عشان يهدى شوية ونشتغل بيه، ولو برد تاني ممكن نحطه تاني في الفيشة، وهكذا بقى. وكده انتهت مهمة الدبابيس. نشيلها بقى واحدة واحدة كده ونلزق الفوم في القالب، وده شكلها بعد ما خلصت، يعني كلمة تحفة قليلة. عملت كمان القالب الكبير ده، انا مش فاكرة الحقيقة مقاسه بس غالبا كان 30. لزقتهم في بعض بالشمع، كمان جبت قاعدة كرتون بتاعة التورت ولزقتهم عليها. ودي كانت طريقة التغليف، واستنوا التزيين في بارت 2. وطبعا ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم.